السلام عليكم. معكم الشيخ ربيع عزمي. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم حلوه تاع اللوز بنكهه الفريز. الشكل اللي غنقدم لكم ان شاء الله انتم كي كتشوفوا هنا اللوز راه درت ليه النكهه ديال الفريز. وبالنسبه للعجينه عندي العجينه بيضاء وعندي العجينه حمراء باش غنزوق. وبالنسبه للعجينه بيضاء راه خرج لا بجوج خرجتهم بالنمره 5 هي باش كنخدم. غنبداو بسم الله. غنحاولوا اننا نديروا واحد الحربول كبير باش غنخدموا. بالنسبه للسمك راه كل وحده دير القياس اللي يسلكها وداكشي اللي بغات يكون شويه عامر راه غديروا، بغاتو شويه بحال اللي درت انا راه هانتوما كي كتشوفوا. المهم هانتوما كديروا بحال هكذا كتحطوا على الجنب تاع العجينه اوتوماتيكمون هو راه كيشد في العجينه. هانتوما وتدوروا ونحاولوا اننا ندوروا دوره وحده تقريبا. وبالنسبه للزديه انا نبغيها ديما تكون لتحت. هانتوما كي كتشوفوا بحال هكذا. وهنا لتحت غندوز غير واحد شويه تاع البيض على اساس انه باش ما نتفادى انها يتحل ليا ملي يطيب يتحل. وواحد النصيحه، هاد لي بانسو هاد الرقاق كيخدموا مخيرين بالنسبه للحلوى، ما كيضيعوش البيض وما كيضيعوش سميتو حتى الناباج كنابي بيهم كيجي زوين في الصراحه، كيديروا الناباج مزيان. هانتوما بحال هكا ونقطعوهم. والزديه كي قلت لكم ديما تكون لتحت ما تكونش للفوق. هكا الزديه غنحطها لتحت. غنورك عليه واحد شويه بصباعي بحال هكا، غير شويه غير خفيف ماشي بزاف. غنقطع عادي يعني ما غنديرش ما يكونش مائل هكذا. نتوما غديروا عباركم، كل وحده دير عبارها. انا عندي هاد العبار اللي درت انا في الاولين يعني باش يبقى ليا غادي مقاد. تبقاو متبعين العمليه ديالكم حتى تكملوا هذاك الحربول الكبير ديالكم. هكذا بالنسبه للخدمه ديال الشكيل هانتوما كي كتشوفوا غنشد من الوسط بحال هكذا، غنضغط من الوسط، غناخذ صباعي بجوج غنحطهم في نفس الوقت وفي نفس هذا ونضغط بحال هكا. الحشوه راه كتخرج شويه، حاولوا انكم تردوها لبلاصتها. عندنا ززواره ديال الخدمه باش كنخدم انا، اولا اللي عنده داك الموس اللي كيكون فيه بحال الشكل ديال ززواره من الفوق راه غيخدم به. المهم تكون الا ملي غتكون ماضيه بزاف. هانتوما كتقطعوا تديروا شريطات بحال هكذا. هانتوما كي كتشوفوا كنشد من الوسط بحال هكذا، ندير بصباعي بجوج وغنورك. نحاول نرد الحشوه لبلاصتها كي كانت. كنضرب بزيزوار. نعاود وحده اخرى. كنشد من الوسط كنضغط، كندير بجوج صباعي بجوج في نفس الوقت. حاولوا نردوا الحشوه لبلاصتها. غنخدموا دابا بالرازوار بحال هكذا. هنا الفوق راه شويه كنضرب الضربات هنا حتى الفوق، يعني ماشي غير كنتبع هاد لاكاس كلها. هانتوما نوريكم.
باش نديرو الديكوراسيون كنخدم بهاد الطابع. ها نتوما راه كيتباعوا عند مالين المحلات ديال الحلوى. هكا اللي صغر منه شويه غنحاول غندير به الابيض باش نخالفوا الالوان باش يعطينا واحد الديكوراسيون زوينه. هذا صغر منهم كلهم، يعني غنديروا به وريضات صغيورين من الفوق. هانتوما كي كتشوفوا حنا حصلنا على واحد الشكل جديد وزوين حتى في النظره ديالو. هانتوما كي كتشوفوا دابا تبقاو تكملوا العمليه ديالكم. بالنسبه للطياب راه عرفتوا حلوه اللوز انها الفران يكون سخون وغنقصوه، وممكن كاع الحلوه ما نديروهاش مباشره فوق العافيه، يعني الا كان شي طاجره الفوق ولا هذا ديروها فيها احسن وتخليوها طيب على المهل، تنقصوا الفران وتخليوها طيب. ملي تحسوا بها نشفات وهذا حنا حك العجينه هي اللي خصها دير راه غتطفيو عليه. الحلوه ديالنا بعد ما وجدات راه درت ليها الناباج وزوقتها ودرت لها العقيقات. نتمنى انها تعجبكم وجربوها وشكرا.